البخ والهجوم ده طبعا بسبب الآنسة. قبل ما نخش في الشرح والمعلومه اتفرج على هبلها والنبي وهي بتتنطط وبترقص. المهم يا جماعه، معانا قطه 10 سنين جميله، عندها مشكله معاها بسبب ان هي بتتنطط عليها، والقطه طبعا خلقها ضيق. طبعا انتوا عارفين ان القطه مسنه، سنها 10 سنين كبير جدا. فالمهم اصحابها كلموني وقالوا لي يا كابتن زياد بعد اذنك احنا عايزين نظبطوا موضوع الهجوم بتاعها ده، لان هي بتبقى مثلا ممكن رايحه تلعب معاها ولكن القطه بتخربشها في وشها، وطبعا بتخربشها بدم. المهم يا جماعه ان جميله طبعا انا ما عرفتش اجيب اللقطه دي لان انا كنت ساعتها بلحق القطه وبلحق جميله ان هي تتشوه. اديتها كوركشن ما بين منطقه البطن والفخذ، واتكلمت قبل كده ان دي وسيله اعتراض، ان انت تبتدي ان انت لو الكلب بتاعك بينط على اي حاجه او بيعمل حاجه مش عاجباك تدي له كوركشن احسن ما تقعد تردح له قدام الناس، عشان ده ما بيخليهوش يفهم وفي نفس الوقت بيخليه يتوتر. وابتديت بعد كده بعد ما فكيت الليش لجميله ان انا اقرب الكلبه من القطه، لان القطه ما بتتحركش من مكانها، بتفضل مترصده لها، ولكن انا كنت بقرب جميله منها لغرض ان جميله تسيطر على نفسها. ولما كانت بتسمع الكلام كنت بكافئها، وابتديت اكرر الموضوع يمين وشمال وفوق وتحت واغير الاماكن عشان جميله تتعود على كده. وزي ما انتم شايفين جميله كانت مدياني الاداء المطلوب اللي انا كنت عايزه، مش عايز اكتر من كده، والقطه قدامها وشايفاها، ولكن هي مش هتروح لها. وده دايما اللي انا بقوله في كل فيديوهاتي، ان انت دايما لو في اي حاجه مع الكلب بتاعك لازم تسيبها قدامه وتعترض عليها عشان تعلمه. وفي النهايه شوف اخر حاجه انا قلتها في الفيديو. يعني انا مش محتاج اتكلم عن الموضوع باستفاضه كتيره، هو معروف ان انا تقيل على الارض خفيف على القلب. زي ما انتم شايفين كده سمعت الكلام وجميله وحلوه، خدت بس لقطه، انا خدت فكره عن الموضوع بدل ما افضل اقعد وازعق واشردح واردح. يعني الموضوع بيبقى صعب بالنسبه للناس، وبخش ساعات اقسم بالله عند عملاء بيبقى جنبهم ناس مربيه كلاب، بسمع صوتهم بقى وبس وفي ايه مش مستاهل الموضوع. انت عمرك شفتي كلبه بتردح لكلابها في الشارع؟ لكن بتصلح لهم الموضوع ازاي؟ بحاجه اسمها كوريكشن. نفس الفكره، هي بتقوم معترضه على الموضوع مره، تاني مره بتقوم عبشاه. ما بقولكيش عضيه لان انت اكيد ما فيش كلب هيعض بني ادم، يعني الكلب هيتفاجئ بالموضوع، ولكن بندي كوريكشن ما بين منطقه البطن والفخذ على الاعتراض على الحاجه اللي انا متضايق منها عشان توصل المعلومه. فبالتالي تنشف ودول نشفت وتجمد وتقول جمدته يا بطاطس. واستنونا في حلقه جديده مع كلب جديد وجميله اجمل كلوب اخويا.